النجم المغربي حكيم زياش يبدع ويمتع في أول مبارياته مع فريقه جالاتا سراي. اليوم جالاتا سراي لعبت مباراة ودية ضد فنربخشة استعدادا لعودة الدوري التركي. المباراة فاز بها جالاتا سراي بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت مشاركة زياش النجم المغربي الكبير في أحداث الشوط الثاني، واستطاع تسجيل هدف وصناعة آخر. قبل الدخول في التفاصيل عزيزي المتابع الجميل، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس. النجم المغربي حكيم زياش بدأ المباراة اليوم من على مقاعد البدلاء، وأدخله مدرب جالاتا سراي مع بداية أحداث الشوط الثاني. زياش لعب مباراة كبيرة جدا، واستطاع تسجيل الهدف الثاني لفريقه وصناعة الهدف الثالث للوافد الجديد الآخر الإيفواري ويلفرد زاها. زياش نال إشادة كبيرة جدا من الصحف التركية، وقائلين أن زياش سيكون أهم صفقة لجالاتا سراي في الموسم الحالي. زياش أبدع وأمتع، وكان له أكثر من محاولة على المرمى بخلاف الهدف الذي سجله. زياش أيضا صنع 3 فرص حقيقية في المباراة كأكثر لاعبي المباراة صناعة للفرص. بداية موفقة جدا للنجم المغربي، وإن شاء الله في المباريات الرسمية زياش يبدع يمتع يقنع. ونتقابل على خير في حلقات قادمة. دمتم في خير دائما.